القانون أن تكون الموافقة على إقرار قانون استقلال القضاء من قبل مجلس الأمة بأسرع وقت نظرا لاحتوائه على بعض المواد التي تصب في صالح المتقاضين. خالد الفارس والتقرير التالي حول القانون. بعد موافقة الطرفين المعنيين بتطبيق قانون استقلالية القضاء، أصبحت الطريق سالكة أمام إقرار القانون، خاصة بعد إحالته من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة. أصبح الجميع بانتظار أن يقر المجلس هذا القانون وأن يشاهد مفعلا في المرفق القضائي. رجال القانون يرون أن الموافقة على إقرار القانون تلوح في الأفق، وأنه سيرى النور قريبا. أتوقع أن في أكتوبر القادم أتوقع أنه راح يقر هذا القانون ويكون بشبه المنتهي، لأنه يحقق رغبات المواطنين وكذلك الأخوة القضاء وكذلك الدولة في الإسراع وفي وتيرة التقاضي بين الناس. أعتقد أن مجلس الأمة مجبر على إقرار هذا القانون في أول 3 جلسات قادمة. بالفترة الماضية كانوا ينظرون السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى هذا القانون من نظرة مادية. وقد لا يخلو الأمر من ضرورة الانتباه إلى بعض الفقرات التي أشار المحامون إليها وإلى ضرورة تفعيلها حال إنجاز القانون. يترقب الشارع الكويتي كذلك إقرار قانون استقلالية القضاء أو مخاصمة القضاء، خاصة للمواطن يرى أن لابد أن يوجد قانون لمخاصمة القضاء حتى يتوصل إلى بعض حقوقه إذا كان يرى أنها وقع فيه الخطأ. راح يكون عندنا مدة بسيطة في إنجاز القضايا، يعني في القضايا اللي راح تكون لها سنة ممكن توصل إلى 6 أو 7 شهور يفصلون فيها القضاة. ولن تقتصر فائدة القانون على المتخاصمين فقط، بل للمرفق القضائي نصيب من المنفعة. الحكومة اليوم مع المجلس مجبرين لإصدار هذا القانون حتى يستغلوا الأمور المادية اللي راح تصرف في هذا الجانب. القضاء اليوم قادر على أنه يمول نفسه بنفسه من ناحية ميزانية مستقلة لإدارة مرفق القضاء بالكامل. أعتقد خلال 2 راح يكون في اختلاف 180 درجة، خصوصا في المبنى المتهالك أيضا. الخدمات اللي قاعد يقدمها للمواطنين دون الطموح، وفي فارق كبير ما بين المبنى وما بين احتياجات المتقاضين وما بين قدرات القضاة وطموحهم اللي بيوصلون له. المرفق القضائي لابد أن يكون له استقلالية المالية والاستقلال الإداري حتى يتمكن من ممارسة مهامه بشكل طبيعي بعيدا عن الضغوط وبعيدا عن أي مؤثرات أخرى يتأثر بها القاضي أثناء الحكم فيها أو نظر القضية. وتبقى الأنظار في الجسد القضائي شاخصة لإقرار القانون الذي يعد حلما ينتظر أن يصبح حقيقة. خالد الفارس، الراي.